حابه تحدثين بعد عن شغلات في السجن ولا تكتفين بهالقدر هذا؟ لان بدخل في امور اخرى، محاور اخرى. في ودي بس اذكر ان في معامله سيئه من بعض المفتشات في السجن، في معامله جدا. انا اعتقد هذيلا يفترض ان في احد يكون رقيب عليهم. يعني انا حصلت لي كم كلمه هناك ومعامله سيئه من يعني 3/4. في بعضهم يتعاطفون معي من ناحيه انسانيه، لكن في بعضهم للاسف ما تعامل السجينه كانسانه. اوكي هذا شخص مذنب انا دخلته هني عشان اصلحه مو علشان اهينه. في بعضهم كانت يعني انا رايحه اسوي تحاليلي تستقصد انها تضايقني في السجن. شلون يعني شو تسوي اختصارا؟ يعني كانت تمنعني من اني اتصل تليفون، انا ما كان عندي تليفون. بس لكن بالنهايه سجينه انت داخل السجن، ليش تتصلين تليفون؟ المفروض تحرمين مثلا من التليفون الا في اوقات معينه، تحرمين من الزياره الا في اوقات معينه. لا هو اكيد لا في نظام هناك في السجن، انا ما اعترضت على النظام، لكن في بعضهم تتجاوز الحد، تيك انت هي اللي سابه الامير، انا لو منه ما طلعك بهالطريقه. يعني هذا مو دورها. وبعد حتى من بعد ما طلعت انا يعني كنت خلاص الباص ناطرني برا يعني، بس كان في بعض الاجراءات بسويها وهي ماشيه قطت علي كلمه وراحت قدام الضباط. حتى لاحظ ما في احترام حتى حق الضباط الموجودين. السجينه ما تحترمهم؟ مو سجينه، المفتشه. عفوا المفتشه هذه ما تحترم؟ لا تحترم لا سجينات ولا حتى. زين اشتكيتي عليهم في السجن؟ لا ما اعرف اساميهم، كان اشتكيت بس والله كنت انا داخل السجن اهددهم، يعني اقول لهم اذا طلعت راح اكتب عنكم. فهم يقولوا ما تتوبين، بس لا يعني في بعضهم لا زينين متعاطفين حيل معي، كانوا يجيبوا لي ماي، كانوا يقولون هذا مو مكانك، كان فيهم انسانيه يعني، كانوا يشوفوني مثل بنتهم. لكن في بعضهم لا يعني هم مجرمات يعني. هم المفتشات